ازيكم يا حلوين؟ ومع لحمة عيد الأضحى معيدين، وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى انت وهي كده هنسلق لحمة ونطلع منها أحلى شوية شوربة. بصوا شوفوا اللحمة اللي قدامكم دي دايبة دوب. وعلى فكرة عايزة أقول لكم اللحمة دي كانت كبيرة، وهقول لكم كمان استوت معايا بسرعة جدا جدا. بالرغم انها كبيرة بس استوت معايا بسرعة البرق. شوفوا الشوربة بقى عاملة ازاي، رايقة وطالعة طعم وريح ووظيفة ميري كمان. تعالى اقول لكم عملنا ايه بالظبط. ادي اللحمة اللي قدامكم اهو. انا اعرف اللحمة دي كبيرة ولا صغيرة من لونها. لونها اللي هو اللون الاحمر القوي كده يبقى هي دي اللحمة دي كبيرة. لو بامبا كده شوية لا يبقى هي صغيرة. يبقى عرفنا كده. وادي كده الماسوره اللي هتعمل بقى شوربه ايه، اللي هتخلي الشوربه بتاعتنا كده حاجه كده من الاخر. وطبعا الجزار عشان يخلي الشوربه بتاعتك حلوه بيديكي حته كده ايه، حته دهنه كده ايه من يعني فوق الميزان. تمام كده يا حبايب قلبي. ادي اهو انا العظمه بتاعتي هي العظم انت بتاخديها منه هي دلوقتي بتتباع، يعني كانت الاول بتتاخد كده يعني. ودي البهارات جزر وفلفل جزر وطماطم وبصلايه وورق لوري وحبهان. وجبت بقى على الحله كده. هما في طريقتين يا بنات، دي انا بقول لكم كده الطريقه الاولى. تمام. الطريقه الاولى بجيب ميه بغسل اللحمه غسيل عادي مش قوي، مش الغسيل اللي انا بفضل اغسلها كتير، لا غسيل عادي. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده بخليها تغلي، وبعد كده بروح ساقطه سقطت بقى البصله بالجزر بورق اللوري بالحبهان بالمستكه. المستكه دي بتسيحيها وبتروح حطاها. تمام. وبعد كده بسلق اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. امشي. يونس عنده برد يا جماعه، عنده برد في الصيف مش عارفه ازاي. وبعد كده سقطت اللحمه اهو زي ما انتم شايفين. وكمان سقطت اللي هو الماسوره، مش العظمه دي، لا هي اسمها ماسوره. الماسوره دي انت بتجيبيها من عند الجزار يعني. اوس اوس اوس. وبعد كده المكون بقى اللي هتخليها معاكي تستوي بسرعه، هنجيب معلقه سكر كده، معلقه شاي، ونروح حاطينها مع الشوربه. تمام كده يا حلوين. يبقى ايه اللي يخليها تستوي معايا؟ المعلقه السكر. تمام كده. وهفضل بقى طبعا عشان انا غسلتها فعملت الريم اللي انتوا شايفينه ده، بس انا ما غسلتهاش كتير، انا بس من مطرح ايد الجزار والكلام ده. بس هي اللحمه اصلا ما بتتغسلش، بس انا ما غسلتها عشان من مطرح ايد الجزار، من مطرح القرمه اللي اتقطعت عليها. غسيل عادي يعني، إيه مش قوي يعني. بس يا يونس. وجيت هنا هو زي ما انتوا شايفين طبعا بشيل كل الريم اللي بيطلع ايه من على الوش ده. هفضل وراه لغايه ما اخلي ايه ميتها رايقه خالص. هفضل بصوا كل ما اشوف ريم اروح شايله، كل ما اشوف حاجه اروح شايله. بصوا السمونيه اللي قدامكم دي بقى عايزه اقول لكم كانت ولا وريحتها بقى طلعت بقى. عايزه اقول لكم كمان ان ممكن عشان تستوي بسرعه، عارفين انتوا النوى بتاع البلح، بس انا ما عملتش كده يعني، ما كانش عندي فما حطيتش نواه البلح ده. ولا ممكن تحطي 2 او 3 كده في الشوربه. مهما كانت اللحمه كبيره هتستوي بسرعه البرق. وما تحطيش ملحك ولا اي حاجه الا لما خلاص اللحمه كده تخش في السوا تروحي حاطه الملح بتاعك، لان الملح بيوقف سواها، بيخليها تاخد سوا اكتر واكتر. بس يا يونس بس خليني اعرف اسجل بس. هفضل وراها بقى زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما اشيل الريم من عليها خالص زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ما تزهقيش ولا تكلي يعني. يعني هو انت هي موضوع ارفع، هي اللحمه ما بتتغسلش، لو ما غسلتهاش مش هتطلع الريم معاكي دوت. انما انت اضطريتي ان انت تغسليها عشان من مطرح ايد الجزار، من مطرح من ايد لايد، من مطرح القرمه، الكلام ده كله، فانت اضطريتي تغسليها. طب خلاص يعني ايه، بس مش غسيل قوي لغايه ايه هتعمل معاكي ريم بشيليه بقى. انا بوريك اهو. نبصوا بقى لغايه ما شلت الريم. بس ماما بتعمل ايه. شوف ماما بتعمل ايه. بصوا بقى بعد ما استوت. بصوا انا عايزه اوريكم الشوربه دي كده الطريقه الاولى يا بناتي يا حلوين. دي كده الطريقه الاولى. بصوا بقى الشوربه طالعه ازاي. وعايزه اوريكم اللحمه، انا هوريكم مدى سواها. بصوا عامله ازاي، استوت ازاي، بقت كهرمانه والله العظيم في ساعه الا ربع او ساعه.
يعني اللحمه الكبيره بتاخد اكتر من كده، خلي بالكوا كتير. انما لا، يعني هي ساعه الا ربع او ساعه او ساعه الا 10 دقايق كده بالظبط استوت. وايه المكون الاساسي؟ المكون في كل بيت معلقه سكر يا جماعه، معلقه سكر، هو ده، هو كل ده. تعالوا بقى نيجي للطريقه التانية. دي حله انا كنت مسيحه فيها سمنه، تمام. واللحمه اهو زي ما انتم شايفين، اللحمه دي برضو كبيره. اعرفها منين كبيره من صغيره؟ من لونها. لو لونها احمر كده قوي، او لونها باين قوي ان هو احمر، يبقى دي كده كبيره. عرفت؟ شفت ان لونها، بس بص، شفت ان لونها بامبا كده شويه؟ لا. سكتنا يونس ونرجع لكلامنا من الاول وجديد. قلنا يا بناتي يا حلوين، لما نلاقي اللحمه بامبا كده شويه يبقى دي كبيره. هنعمل ايه؟ انا كان عندي حله كنت مسيحه فيها زبده سمنه كده زي ما انتم شايفين. جبتها ورحت حاطه فيها اللحمه، حطيت حته زبده تانية يعني، وجبت اللحمه ورحت حطاها مرتباها كده، مش حطاها على بعض، بحيث ان انا اسد مسامه. دي الطريقه التانية، تمام كده. انا استنيت اهون انها تتشوح او تاخد لون كده زي ما انتم شايفين، ادي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، خدت لون، تمام كده. ليه؟ انا كده بسد مسامها وبخليها بخليها تبقى جوسي كده من جوه، تمام، وتحتفظ بالطراوه اللي جواها، وتحتفظ بفوائدها، تمام كده يا حبايب قلبي. وبعد كده هجيب ميه من الكتل زي ما انتم شايفين كده، وصبيت عليها. عايزه بقى تسيحي حته مستكه كده وتروحي حطاها فوقيها، هتحطي بقى بهاراتك يعني. المستكه تسيحيها كده تروحي حطاها ورق لوري، لورا، فلفل اسمر بسيط، عود قرفه خشب، فلفل اسمر، ومعلقه السكر دي يعني اساسيه معانا، ان كانت في الطريقه دي او في الطريقه دي. احنا اتفقنا ليه، عرفنا ليه يعني، تمام كده. وهنسيبها بقى تغلي كده وتاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. طب تعالوا اسالوني بقى، انتي بتحبي انهي طريقه؟ انا هقول لك انا بحب الطريقه الاولانيه. ليه؟ الطريقه الاولانيه بتديني شويه شوربه احلى من الشوربه التانية. الشوربه التانية بتبقى مغمقه شويه بسبب ان انا اديتها صدمه وخدت لون، والسمنه برضو الزبده زي اللي اتحمصت شويه معايا، فبتديني شوربه مسمره سيكه شويه، تمام. انما الشوربه الاولانيه لا. وبعدين طب هتقولوا لي طب انتي نعمل الطريقه دي ولا الطريقه دي؟ الطريقتين كويسين، بس الطريقه دي لها وقت والطريقه دي وقت. لو عندك ماسوره اعملي الطريقه الاولانيه، لو ما عندكيش ماسوره اعملي الطريقه التانية. دي هتديكي شويه شوربه طعمهم حلوين، ودي هتديكي شويه شوربه برضو طعمهم حلوين، تمام. ودي بقى دي صينيه العزايم. يعني كان جوزي جابها كده، قلت اما اصورها اوريها لكم. دي انا سميتها صينيه عيد الاضحى من الاخر يعني. دي كانت فراخ مندي، بوريكم هي طريه ازاي وجميله ازاي، وشوربه لسان عصفور وسمبوسك وبتاع دون وقطع لحمه وحواوشي. ويلا بقى ان كان وانت وصلتي معاها لغايه هنا انت شكلك جوعتي، يلا حطي اللايك بتاعك الحلو، وباي احلى